السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد سرور وحضرتك بتتفرج على تاني حلقة تأسيس الكسور. خدنا الحلقة اللي فاتت أنواع الكسور وقلنا في كسر اعتيادي عادي وكسر غير اعتيادي يعني غير عادي وفي عدد كسري. وقلنا الحلقة اللي فاتت برضو إيه هو مفهوم الكسور. النهاردة إن شاء الله هدفنا نفرق ما بين العدد الغير اعتيادي والعدد الكسري وإزاي تحول ما بينهم، يعني تخلي العدد الغير اعتيادي عدد كسري والعدد الكسري عدد غير اعتيادي. أولا إزاي تفرق ما بين الاتنين؟ العدد الغير اعتيادي تلاقي بسطه أكبر من المقام، إنما العدد الاعتيادي تلاقي بسطه أقل من المقام. طيب العدد الكسري؟ العدد الكسري بيكون عدد صحيح وجنبه كسر، بيكون عدد صحيح وجنبه كسر. هنا انت تقدر تحول من العدد الغير اعتيادي للعدد الكسري او العكس ما بينهم. تعال يا باشمهندس، اول حاجة نفهم العدد الكسري ازاي نحوله لعدد غير اعتيادي. قبل ما تبتدي محتاج معلومة مهمة جدا. انت فاكر يعني ايه 3 على 3؟ 3 على 3 كانوا بيقولوا لنا بتساوي 1، لما تلاقي عدد في البسط زيه في المقام كانت بتساوي 1. ايه مفهومها؟ جابوها ازاي؟ البسط مثلا لو معاك 3 برتقانات والمقام 3 اشخاص، عايز توزع ال3 برتقانات دول على ال3 اشخاص دول، كل واحد هياخد كام؟ واحدة. فعشان كده قال لو لقيت البسط زي المقام الناتج بواحد. تاني حاجة عايزك تعرفها، في فرق ما بين الشكلين دول. شايف دي بتتقرأ 2 وتلت، انما دي بتتقرأ 2 في تلت. في فرق ما بينهم شاسع. ايه الفرق اللي ما بينهم؟ 2 في تلت يعني التلت ده انكتب مرتين، تلت زائد تلت، انما دي 2 وتلت. يعني ايه 2 وتلت؟ يعني يا استاذ كان في 3 على 3 زائد 3 على 3 زائد تلت. دي هتفهمها دلوقتي بالتفصيل، انا عارف انك اتخضيت منها، هتفهمها بالتفصيل. اللي انا عايزه منك تفهمه دلوقتي في الثانية دي ان في فرق ما بين 2 وتلت و2 في تلت. 2 في تلت يعني كانت تلت زائد تلت، انما 2 وتلت هو ده العدد الكسري وده موضوعنا النهارده. تعال يا باشمهندس نحول من العدد الكسري للعدد غير الاعتيادي. لو انا معايا 1 وتلت ده معناه 1 زائد تلت. الواحد ده لسه فاكرين حالا ان ممكن نكتبه 3 على 3، صح؟ المقام زي بعضه، بناخد مقام واحد بس ونجمع اللي فوق. 1 زائد 3 بتساوي 4 على 3، يعني 1 وتلت قدرنا نقول ان هو بيساوي 4 على 3. تاني، لو انا معايا مثلا 1 وخمس، قلنا ان 1 وخمس معناه خمس زائد 1. الواحد ده 5 على 5. لما المقامات اللي تحت دول يكونوا زي بعض الموضوع بيبقى سهل جدا في الجمع. بناخد مقام واحد بس وبنجمع اللي فوق. 1 زائد 5 ب6، يبقى الناتج 6 على 5. لو معايا 2 و3 أخماس، 2 و3 أخماس يعني 3 على 5 زائد 2، والاتنين دي نقدر نقول 1 زائد 1. يبقى الناتج 3 على 5 زائد الواحد ده هشيله واحط 5 على 5، والواحد ده هشيله واحط 5 على 5، يبقى 3 على 5 زائد 5 على 5 زائد 5 على 5. طلع الناتج بيساوي 13 على 5. ده كان مفهوم ازاي تحول من العدد الكسري للعدد الغير الاعتيادي، وكنا بنفهمها للطلبة بطريق تاني أبسط شوية. كنا بنقول تخيل ان العدد ده ايده والعدد ده راسه والعدد ده رجله، وكنا بنقول ايده في رجله زائد راسه. يعني ايه؟ كنا بناخد مقام واحد بس ونضرب الاتنين في 5 كده 10 زائد 3 يبقى 13 على 5. ده كان لو الطالب استعصى عليه الفهم. ازاي يا استاذ بحول من عدد الغير الاعتيادي للعدد الكسري؟ الموضوع بسيط قوي. اولا لازم يكون العدد اللي معاه غير اعتيادي، وده بتعرفه ان البسط يكون اكتر من المقام. لو كان معايا مثلا 6 على 5، بكل بساطة قسم ال6 دي خد منها اعداد زي المقام، يعني ال6 عبارة عن 5 زائد 1، يبقى 6 على 5 كانت 1 على 5 زائد 5 على 5. برافو عليك. 5 على 5 مش 1،
واحد زائد خمس مش هي واحد وخمس؟ كمان مرة. لو كان معايا 3 على 2، التلاتة عبارة عن 1 زائد 2، يبقى ده 1 على 2 زائد 2 على 2، 2 على 2 فيها الواحد زائد 1 على 2 يعني 1.5. كمان مرة. لو معايا 13 على 5، 13 دي يا أستاذ قلنا له دي 5 زائد 5 زائد 3، يبقى 5 على 5 زائد 5 على 5 زائد 3 على 5، 5 على 5 بواحد، 5 على 5 بواحد، وهنا 3 على 5، 1 وواحد كده 2، يبقى 2 و3 على 5. أتمنى إن أكون قدرت أفيدك، ونتقابل إن شاء الله الحلقة الجاية إزاي توحد مقام القصور، وإزاي تقارن ما بينهم، تقول مين فيهم الكبير ومين فيهم الصغير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.